النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أحلى كفتة مشوية في البيت بنفس طعم وريحة المطاعم وأحلى كمان. هنعملها بتتبيلة بسيطة وسر يخليها متماسكة ومتفكش منك. كفتة طرية من جوه ومتحمرة ومشوية صح من بره، وكمان هنضاعف الكمية بمكون موجود في كل بيت. وهقولك على سر من أسرار المحلات بيضيفوا إيه على الكفتة بيخلي طعمها مميز وريحتها بتقلب الدنيا قلبان. ولو نفسك في كفتة ناجحة من أول مرة تابع الفيديو للآخر وشوفي كل الأسرار والخطوات بالتفصيل. ولو أول مرة تشوفيني يسعدني جدا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، واللحمة المفرومة بتاعت النهاردة كانت لحمة ملبسة، يعني كان فيها نسبة حلوة أوي من الدهن، وهو ده اللي بيخلي الكفتة تطلع مستوية وطرية من جوه، وهو ده لون أحمر جميل. طب لو اللحمة اللي عندي حمرا ومفيهاش أي دهون هنضيف عليها مش أقل من 100 جرام دهن أو ليا. معايا نص كيلو لحمة، بصلاية متوسطة، وشوية من ورق البقدونس. بناخد الورق بس مش العروق علشان عروق البقدونس بتبقى ناشفة. معايا كمان قرنين فلفل متقطعين تلاتة صغير. بقطع كمان البقدونس تقطيع ناعم وبضيفه على اللحمة. انت ممكن تستبدلي البقدونس بالكزبرة الخضراء، بس البقدونس بيدي ريحة وطعم جميل أوي للكفتة. بس لو مش موجود أو مش متوفر ممكن تستبدليه بالكزبرة الخضراء، مفيش أي مشكلة. ودلوقتي هقطع البصلاية اللي معايا والمبشرة بقى أو في الكبة، وهقطع البصلاية تقطيع ناعم جدا. احنا ممكن نحط الفلفل والبقدونس والبصل في الكبة ونفرمه فيها ونضيف عليهم كمان اللحمة، بس أنا بفضل إني أعمله كده، بتبقى نتيجة الكفتة بعد التسوية أحلى بكتير من إننا نحط اللحمة والخضار في الكبة. الخطوة اللي بعد كده هنضيف مكون هيضاعف الكمية ومش هيأثر خالص على الطعم، وهيظبط قوام الكفتة ومستحيل تفك منك. هنضيف 3 معالق كبار مليانين من البقسماط الناعم. هضيف كمان نص معلقة صغيرة بابريكا ونص معلقة من السبع بهارات. والإضافة الأساسية اللي مقدرش نستغنى عنها خالص في أي لحوم وزيت المشاوي، نص معلقة من الجنزبيل البودر، بينقل طعم الكفتة في حتة تانية خالص. عايز أقولك إنك ممكن تستكفي بيه ومتضيفش أي توابل تانية. هنضيف كمان نص معلقة فلفل أسمر ونص معلقة ملح ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. وبالنسبة لإضافة البيكنج باودر على الكفتة دي إضافة أساسية ما نقدرش نستغنى عنها، والمكون السحري اللي بيخلي الكفتة ريحتها تقلب الدنيا قلبان وطعمها مميز ومختلف عن أي كفتة تانية بتعمليها. شوية من النعناع الناشف، يعني قد معلقة صغيرة. أنا بجيب النعناع وأنشفه بعيدانه، باخد شوية كده بفركهم على كفوفي وبستبعد العيدان وبحط بقية النعناع على الكفتة. جربوا تضيفيه كده على الكفتة وهتدعيلي. النعناع بيخلي طعم وريحة الكفتة زي الكفتة اللي بنشتريها من بره بالظبط، واللي بناكلها في أكبر المطاعم، وبتنزل لنا بسعر عالي جدا. النهاردة نعملها بنفس الطعم وبنفس الريحة، وإن شاء الله أحلى بكتير. وفي الوقت ده بعد ما ضفت الخضار والتوابل على اللحم همسك اللحمة كده وهعجنها عجنة كويس علشان أدخل كل المكونات في بعضها. وزي ما قلتلك انت ممكن تعملي الخطوة ديت في الكب، ده براحتك انت، بس بالنسبة لي بفضل إن أعجنها بإيديا. مش بتاخد وقت كتير وتلاقي اللحمة تماسكت وعملت خيوط، ودي النتيجة اللي احنا عايزينها. على طول بشيل ايدي من الكفتة وبركنها على جنب وبسيبها ترتاح شوية. ودلوقتي بقى هنحضر طبق سلطة الطحينة لزوم المشاوي في بولة أو طبق صغير، وهنزل فيه بنص كوباية من الطحينة الخام. وركزوا معايا في طريقة تحضيرها، شوفوا هنعملها ازاي. بشوف ناس كتير بتعملها بس مش بالجمال ده. معايا كوباية مية مغلية، يعني مية سخنة جدا عشان تربط الطحينة وتضاعف الكمية بدون إضافة عيش مبلول أو أي إضافة تانية. هنضاعف الكمية وهنعمل كمية حلوة أوي من الطحينة. والسر هنا هو إضافة المية المغلية. أول ما بنضيف المية المغلية الطحينة بتربط وقوام الطحينة بيتقل، وبنفضل نزود مية سخنة لحد قوام الطحينة ما يظبط معانا. ونص كوباية طحينة أخدت 2 كوباية وربع من المية المغلية، وتضاعف حجمها وملت البول زي ما انتم شايفين، وعملت كمية حلوة أوي وقوامها كان مظبوط. هضيف عليها معلقتين كبار مليانين خل أبيض. هضيف كمان عصير نص ليمون. وبعد ما ضفت الخل والليمون قوام الطحينة ربط وتقول شوية، ضفت كمان معلقتين مية مغلية علشان أظبط قوام الطحينة ومتبقاش تقيلة بزيادة. ضفت عليها نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة ونص معلقة من الكمون. هضيف كمان رشة من الفلفل الأسود وربع معلقة توم باودر وربع معلقة ملح. وبلاش تزودوا من الملح على الطحينة علشان الطحينة مش بتحب الملح الزيادة. خلوا الحياء بتاعها مظبوط
علشان تبقى حلوة وطعمة جنب الأكل. وبعد ما قلبنا الطحينة كويس وظبطنا الحقيقة بتاعها، بنحط منها في أطباق التقديم، ونحط على وش الطبق شوية من الشطة. الطحينة بالطريقة دي حلوة قوي. وزي ما انتم شايفين، بنص كوباية طحينة خام عملنا كمية قد ايه من سلطة الطحينة. ودلوقتي بعد ما حضرنا سلطة الطحينة وبقت جاهزة معانا، هنرجع للكفتة تاني علشان نصبحها. ودلوقتي هعمل تركاية حلوة قوي هتخليني استغنى عن اني اشوي الكفتة على الفحم، والكفتة تبقى حلوة قوي وهتاخد ريحة الفحم بدون دخان وعفرة. حطيت قطعة من الفحم على عين البوتاجاز وسبتها لحد ما ولعت، وجبت ورقة فول صغيرة وحطها على اللحمة زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها قطعة الفحم ونزلت عليها بشوية زيت، وغطيت اللحمة بصينية عشان أكتم الدخان واللحمة تاخد ريحة الفحم كده وتبقى جميلة. وهبقى مش محتاجة خالص إن أسوي الكفتة على الفحم عشان هي خدت ريحة الفحم وبقت جميلة. وعلشان أصبع الكفتة حضرت طبق وحطيت فيه شوية زيت. حضرت كمان صينية علشان أحط فيها الكفتة بعد التصبيع. وأحسن حاجة ممكن تستخدميها في تصبيع الكفتة ويعمل فراغات فيها هو مسام السكاكين، بيبقى حلو أوي في تصبيع الكفتة. باقي تسوية الكفتة بتبقى مفرغة ومش مكتومة. بصوابع ايدي بجيب شوية من الزيت وبدهن بيه مسام السكاكين علشان صباع الكفتة بعد التشكيل ميلزقش عليه، واشيله من عليه بنفس الشكل اللي عملته. بجيب قطعة من اللحمة بفردها زي ما انتم شايفين وببصمها بصوابعي. الكفتة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، عجينتها مظبوطة جدا وثابتة مش بتفك أو بتقع مني، وده علشان مقاديرنا مظبوطة. الكفتة يا جماعة سهلة جدا وبسيطة، بس فيها شوية خطوات كده لو عملناهم بتطلع معانا ناجحة وزي الفل. وبكمل تشكيل الكفتة اللي معايا بنفس الطريقة لحد ما أخلص الكمية اللي معايا. وصباع الكفتة اللي بشكله بحطه في الصينية علشان أسوي الكفتة في فرن البوتاجاز. عايزة أقول لكم انتوا ممكن تضاعفوا الكمية وتعملوها بنفس الطريقة اللي احنا عملناها، وتشيلوها كده وتحطوها في الفريزر وتطلعوا منها عند الاستخدام. وممكن كمان تصبعوها وتحطوا بين صوابع أكياس من أكياس التلاجة وتدخلوها الفريزر وتطلعوا منها على الشوي على طول. عملت كمية حلوة أوي من نص كيلو لحمة. والسر في إضافة 3 معالق بقسماط اللي ضايف لي كمية اللحمة وخلاني قدرت أعمل الكمية ديت من الكفتة. بس أهم حاجة إن نص كيلو لحمة يبقى عليه 100 جرام من الدهن أو اللية علشان يظبط لي قوام وطعم الكفتة. وما تقلقوش خالص من إضافة كمية الدهن ديت على الكفتة. الكفتة بعد التسوية بتنزل الدهون الزيادة اللي موجودة فيها في الصينية أو على الشواية. وبالنسبة للتسوية بنسخن فوق البوتاجاز وبندخلها فيه وبنسيبها ربع ساعة، ومبتاخدش أكتر من كده، وبتستوي وبتاخد لون أحمر جميل من جميع الجوانب. والنعناع بيخلي ريحتها وهي في الفرن أثناء التسوية حكاية. أما بقى الطعم فهتعملوها إن شاء الله بنفس الطريقة وهتحكموا عليها بنفسكم. يلا تشجعوا واعملوا الكفتة نفس الطريقة وبنفس الإضافات، وإن شاء الله هتعتمدوا الطريقة وهتبقى طريقتكم المفضلة في عمل الكفتة. ومن حلاوتها مستحيل تشتروها من بره تاني، وهتعملوها على طول في البيت بنفسكم. وتسلم ايدكم وعينكم مقدما، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ولو لسه مكملين معايا ووصلتوا معايا لحد هنا والفيديو عجبكم واستفدتوا مني ولو بمعلومة بسيطة، متنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو لكل حبايبكم علشان الكل يستفيد. واشوفكم بخير الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.